بسم الله ما شاء الله. الباذنجان اللي في السوق الرومي بيشجع إن الواحد يعمل منه أصناف كتيرة. النهارده بقى هنعمل صنف جميل ولذيذ، مسقعة بالبشاميل. روعة، مفيدة، مغذية. تاني حاجة البشاميل بيودي الباذنجان في حتة تانية خالص. معانا بتنجان أقشره ونقطعه بنفس الشكل اللي حضراتكم متعودين عليه مني. نحطه في بولة طبعا فيها شوية ملح عشان لونه ما يتغيرش، يفضل أبيض ناصع. بتنجان أبيض مش مبذر. نخلص الكمية اللي معانا وبعد كده نقليه في الزيت. خلاص كده خلصنا الكمية، ادي قليناه بالشكل والجمال والروعة اللي حضراتكم شايفين ده. نبدأ بقى البشاميل بتاعنا جاهز طبعا، وحضراتكم عارفين البشاميل بتعمل ازاي. هناخد طبقة صغيرة كده من البشاميل في أرضية البايركس. نرص البتنجان بشكل أي شكل حضراتكم عايزينه. نكمل رصنا. كده تمام. ناخد بقى حتة لحمة مفرومة معصجة عندنا بايتة في التلاجة، يعني ما اشتريناهاش وكلفنا العملية. حاجة بسيطة حطيناها. نبدأ بقى نغطي الكلام ده بالطبقة التانية بتاعت البتنجان أو الكمية الباقية من البتنجان بتاعنا. نغطيه بطريقة سهلة وبسيطة كده. نحط بقى بقية كمية البشاميل بتاعتنا، نغطي بيها طبقة البتنجان الأخيرة دي عشان نملى كل الفراغات اللي موجودة ما بين البتنجان وبعضه. خلاص كده كمية البشاميل اللي خلاص قربت على الوشك معانا. غطينا البتنجان كله بيها. نهز هزة كده الصينية ونخبطها خبطة كده عشان البشاميل ينزل في الفراغات. هزة بسيطة كده. نحطها في الفرن لمدة نص ساعة وخمس دقايق بالظبط. هيطلع لنا بالجمال والروعة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله اهي. وبالهنا والشفا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.